السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. اقوى مكون ممكن تشوفوه في حياتكم، هينظف وهيلمع كل حاجه ممكن تتخيلوها. شوفوا شكل الحوض كان عامل ازاي وباقل مجهود هيبقى عامل ازاي. الالومنيوم، الطاسات المحروقه ودي المفاجاه بتاعت النهارده، الكوبايات الازاز، الكاتل او الترمس اللي احنا بنحط فيهم الشاي. عايزه اقول لكم ساعات بيطوسوا كده او بيبقى فيهم بقع، برضو هنرجعهم جداد زي الاول واحسن. المفاجاه بقى النهارده ان المكون ده كلنا بنرميه في الزباله ومحدش خالص يعرف قد ايه هو ليه قيمه كبيره جدا جدا. المكون بتاعي النهارده وهو قشور البيض. قشور البيض النهارده هنعمل منها اقوى واعظم واجمل تجربه ممكن تتخيلوها. انا استخدمته قبل كده مع صابون البشره، يعني جبت صابون البشره او بواقي صابون البشره وبدات ان انا ادوبهم واحط فيهم قشور البيض، ولكن كنت عامله التجربه دي في الخلاط. والحقيقه قلت لكم ان انا مش مبسوطه قوي بالتجربه دي. ليه؟ لان قشر البيض ما ضربش معايا كويس قوي، فكان عامل زي الحبيبات الخشنه. وساعتها قلت لحضراتكم ان انا حابه المره الجايه ان شاء الله اضربه في المطحنه او يعني اطحنه كده زي التوابل، بحيث ان هو يبقى عامل زي البودر بالظبط. كتير جدا ساعتها دخلوا سالوني يا اميره طب لو احنا يعني هنستخدمه نعمله في الخلاط، قلت لكم لا، اعملوه في المطحنه بتاعه التوابل. وفعلا ده اللي انا قررت اعمله النهارده، وبصراحه انبهرت من النتيجه. بقالي فتره طويله بحوش القشور بتاعه البيض، ولكن نصيحه مني، لازم يا جماعه تحطوه في التلاجة لان هو بيعمل حشرات مش كويسه لو سبتيه بره التلاجة. فحضرتك بعد ما بتستخدمي البيض بتغسلي القشر كويس وتسيبيه ينشف، بعد كده تحطيه في كيس جوه التلاجة. بصوا المقولة دي كانت على موقع كده على جوجل: قشر البيض مسحوق رائع وغير سام، بيستخدم كمادة قاشطة لغسل الأواني والمقالي الصعبة في التنظيف، يعني كمان الطاسات المحروقة. بصوا أنا بعد ما طحنته بتكون بالشكل ده زي البودر كده بالظبط، وده هيسهل معايا ان انا استخدمه وان هو يدوب معايا بنسبه كبيره في بقيه المكونات. بصوا ده مقال تاني، بنجيب قشور 12 بيضه مثلا، بنغسلها كويس قوي، بنحطها على صينيه في بنسيبها يعني في البلكونه تحت اشعه الشمس كده، وبعد كده بنضربها في الكبه او في المطحنه، وبعدين بنخلطها مع بيكربونات الصوديوم او صودا الخبز، وبنحط عليهم خل وتحطهم بقى في ازازه وتحتفظوا بيهم وتدرجوهم كويس جدا جدا. ده طبعا بينظف قوي قوي الابواب بتاعه الشاور وكمان الطاسات المحروقه وكمان المقالي. بصوا انا هنا لاني كنت مجمعه شويه مع بعض كده، فقلت اطحنهم كلهم واحطهم في الفريزر. الخلطه اللي انا بقول لحضراتكم عليها دي تقدري تحطي عليها خل وبقطعه اسفنجه برضو وتنظفي بيها كل حاجه، احواض وبوتاجازات. يعني حضرتك ادخلي على جوجل واقري قد ايه قشر البيض غني بالكالسيوم وكمان منظف ومبيض قوي جدا. بيبقى بالشكل ده، ولكن هو بالصوره هو ريحته مش احسن حاجه طبعا، اكيد في يعني ريحه مش مستحبه قوي، مش بقول ان ريحته سيئه بس ريحته مش احسن حاجه. فانا بشيله في الفريزر، عملته كده زي باودر واحطه في علبه في الفريزر، وكل ما اجي استخدمه اخد منه. انا دلوقتي هعمل الخلطه بتاعت النهارده، وهي عباره عن كوبايه من الميه، وباخد بس اللي باقي كده في المطحنه، لانكم لما تعرفوا قد ايه هو بينظف حلو قوي هتعتبروا انه اقول لكم ايه، كل حبه صغيرين منه هم الحقيقه ليهم قيمه كبيره قوي. على فكره هم مش هيدوبوا معاكم في الميه زي ما انتم متخيلين، يعني مش زي الملح كده او السكر، اول ما تدوا تقلبتين كده هيدوب. لا طبعا هو هياخد معانا وقت شويه، وبرده مش هيدوب في الاخر، بس انا بحاول على قد ما اقدر كده ان انا ادمجه مع كوبايه الميه اللي انا استخدمتها. عايزه بقول لكم ان الناس كمان اللي عندها جناين بيعتبر حلو قوي قوي ان احنا نستخدمه لتسميد التربه. يعني لو عندكم مثلا زرع في البيت او الكلام ده كله، هيعتبر قشر البيض ده مصدر كبير جدا جدا لكربونات الكالسيوم. فالحقيقه يعني حاجه كده في منتهى الجمال والروعه، ومن غير ما ندفع فيها اي حاجه. معايا كوبايه من الصابون السائل، ينفع تحطي ربع كوبايه او نص كوبايه او كوبايه كامله، يعني دي حاجه مش ملهاش مقدار معين، احنا ما بنعملش منتج تجاري بنبيعه فماشيين بالجرامات. لا انا بعمل دلوقتي خلطه وهوري قدام حضراتكم قد ايه بتنضف وبتلمع. اعتقد شفتوا في بدايه الفيديو الحوض كان شكله ازاي وبقى عامل ازاي. بدات ان انا ادمج كويس كوبايه الميه مع المعلقه، على فكره انا واخده معلقه صغيره اكيد حضراتكم لاحظتوا، من مسحوق قشر البيض اللي انا طحنته في الكبه، ودلوقتي معايا معلقه هرميه من الملح. تقدري تستخدمي ملح، تقدري تستخدمي كربونات الصوديوم، يعني المتوفر عندك، بس انا بوريكي ان بابسط الامكانيات بنعمل خلطه قويه جدا جدا نقدر ننظف بيها كل حاجه. انا اخدت معلقه هرميه كبيره وهبدا ان انا اقلب. طبعا كلكم عارفين ان الملح من الحاجات اللي بتنظف معانا حلوه قوي، وفي نفس الوقت بتدي قوام ولزوجه عاليه جدا.
انا الحقيقه ما شفتش حد عمل الوصفه دي قبل كده، فلو حد عملها قبلي او استخدم قشور البيض، يعني دي تاني مره انا بستخدمها. لو حد بقى كان عاملها قبل كده بجد والله يعني كل التحيه والتقدير. اقسم بالله انا ما شفتها عند حد. ولكن مره كنت بتكلم مع جوجو، وصفات جوجو يعني اختي وصديقتي الجميله الخلوقه، اللي فعلا ليها عندي معزه كبيره قوي واللي بتعلم منها كتير قوي. وقالت لي ان مروكه كانت استخدمته مره زمان. فهي طبعا مروكه استاذتنا كلنا وكنا بنتعلم منها، فلو انا يعني بعمل الوصفه دي بعدها فاكيد يبقى ليا الشرف، لكن انا اقسم بالله حتى ما شفت الفيديو بتاعها. طبعا مروكه او غيرها، كل اللي عمل الوصفه دي قبلي فهو يحترم. بص انا حطيته بقى في علبه وهبدا ان انا اشيله في الفريزر. الحله اللي حضراتكم شايفينها دي بسلق فيها البطاطس وبسلق فيها البيض. انا ما بعملش فيها اكل يعني، مش بطبخ فيها، لان كلكم عارفين ان النقط السوداء دي هي خطر على الصحه يعني. فانا بستخدم الحله دي في السلق بس، والحقيقه عزيز عليا لان كانت بتاعت ماما الله يرحمها. فدلوقتي الحله دي باقل مجهود هتبصوا تلاقوها بتلمع. بصوا يعني انا لا قطعت حاجه من الفيديو ولا فصلت الكاميرا ولا اي حاجه خالص. طبعا اي حد دلوقتي ممكن يقول لي ما انا لو جبت صابون عادي جدا وغسلت الحله بالسلك ما هي هتنضف. ايوه اكيد طبعا حضرتك بتتكلمي صح، بس انا ما كملتش ثواني 10 ثواني مثلا وكانت فعلا الحله بتلمع معايا حرفيا. والجميل بقى في الموضوع ان الخلطه دي ما كلفتنيش اي حاجه نهائي، انبهرت بيها قوي لما جربتها في الحوض بتاع المواعين يعني الحوض الاستانلس، وكمان اكيد الحوض بتاع التويليت هيبقى نفس الكلام. تقدري لو عارفين يا جماعه زي ما قلت لكم الكاتل كده او الترمس لو في بقع برضو تقدري ان انت تستخدميها، بتلمع الازاز حلو قوي قوي. العيون بتاعه البوتاجازات بتنضفها حلو جدا جدا. وانا هوري لحضراتكم دلوقتي شكل الحوض. طيب دلوقتي بقى عشان متاكده ان في ناس كتير هتسالني على استخدامات الخلطه دي، زي ما قلت لكم نقدر ننضف بيها كل الاواني المحروقه والطاسات، نقدر ننضف بيها السيراميك. وحضرتك لو بتعملي صابون بواقي، عندك بواقي صابون بشره، تقدري ان انت تجيبيه وتدوبيه، تبشريه يعني وتدوبيه وتستخدمي برضو نفس الكلام. قشر البيض المطحون ده تقدري ان انت تحطيه زي ما قلت لك كده على بيكربونات الصوديوم وتحطي معاه شويه ملح، او ما تحطيش ملح تحطي شويه خل وتحطيهم على الصابون السائل. عايزه اقول لكم الامانه انا ما اعرفش ده بالنسبه لغسيل الملابس او لبقع الملابس هيكون ايه، ولكن توقعي انا ان هو هينضف معايا حلو قوي لو اي بقعه بتاعت حبر مثلا او زيوت او دهون او الكلام ده كله. ولكن حقيقي انا ما جربتوش في الملابس، بس اوعدكم ان شاء الله ان احنا هنجربه. ولكن هو يعني طالما كفيل ان هو يلمع وينضف فاكيد برضو نفس الكلام هيكون بالنسبه لبقع الملابس. الفكره في الفيديو بتاع النهارده ان احنا عملنا منظف قوي جدا من حاجه كلنا بنرميها في الزباله. ودي اكتر حاجه بصراحه بتبسطني قوي، ان احنا نحيي حاجه تكون فعاله قوي قوي من لا شيء. انا خلاص يا جماعه كده خلصت الفيديو. طالبه منكم دعوه حلوه، ربنا يا رب يسعدكم، وسعيده جدا جدا بتعليقاتكم الجميله. استخدموا قشور البيض، نصيحتي لكم ان انتوا تشيلوها زي ما قلت لكم في الثلاجه، لان قبل كده شلتها بره الثلاجه. الحقيقه كنت مخزنه شويه حلوين كده في الدرج بتاع المطبخ، وبصراحه لقيتهم عملوا حشرات مش احسن حاجه. فبأكد عليكي انك تغسلي القشر كويس، بعد كده تحتفظي بيه في التلاجة، ولما تجمعي شويه حلوين اضربيهم في المطحنه، وبعد كده احتفظي بيهم في الفريزر. شكرا.